ازيكم عاملين ايه؟ احنا النهارده لو انتوا اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد، والناس المشتركين ما ينسوش اللايك والشير. ومش هنتكلم كتير وهندخل في المقادير. احنا النهارده هنعمل وصفه حاجه صحيه بدقيق الشوفان وكل مكوناتها مغذيه. ندخل في المقادير. هنقول لكم هنعمل ايه قبل ما ندخل في المقادير، مش لازم نقول كده على طول. هقول لكم هنعمل عجه بدقيق الشوفان. هنعملها كده في الطاسه او في الجريل، في اي حاجه ما تكونش بتلزق. انا عندي الجريل هو يعني احسن حاجه مش بتلزق، فانا هعملها فيها عادي كده زي قرص وهغطيها تعالوا نشوف هنعمل. يلا 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 بينا. بصوا بقى، معايا دي بصلايه متقطعه، ممكن تعملوا فيها ايه، تضربوها في الكبه او تبشروها، بس انا بحب البصلايه بتاعه العجه تبقى متقطعه كده رفيع زي ما انتوا شايفين اهو. معايا شوفوا بقى الكميه اللي انتوا تعوزوها، يعني على حسب ما هتعملوا. معايا دي طماطم مقطعه برضو، انا بحب كل حاجه بتاعه العجه تكون متقطعه. ده بقدونس وعليه حته كده من الفلفل الحامي وحته فلفل الوان. مش عايزين الفلفل وتستغنوا عنه برضو تمام. المكونات دي دلوقتي احنا هنحطها على النار عشان هنحتاج ان هي تبرد قبل ما نحط باقي المكونات. فانا هقول لكم المكونات اللي احنا هنحطها على النار الاول، وبعدين نقول المكونات التانية اللي هي مش هتتحط على النار. احنا هنعمل العجة دي بزيت جوز الهند بتاع الاكل. زيت جوز الهند بتاع الاكل بجيبه من عند العطار، مش موجود طيب زيت جوز الهند اي زيت نباتي، زيت زيتون بيتحمل درجة الحرارة. شوفوا انتوا عايزين تعملوا بالحاجة اللي متوفرة عندكم. فانا دلوقتي هاخدكم ونروح عند البوتاجاز. يلا بينا تعالوا معايا. جينا اهو على النار، انا حطيت وok على النار، ولعت اهو، ولعت النار عليه، حطيت معلقه صغيره من زيت جوز الهند. هو بيبقى متجمد كده لان انا بحطه في التلاجة، او حتى لو في الشتاء وسبتوه بره التلاجة، الزيت بتاع جوز الهند اللي هو الاصلي بيعمل كده زي ما انتوا شايفين كده، بيتجمد زي السمنه، كاني حاطه سمنه. تمام. هسيبه بس يسخن كده شويه، اقلب كده بس ديت، اسيبها كده شويه تدوب كده. دلوقتي كده متهيألي خلاص ده. هسيبه كده سنه بس، مش هسيبه يعني يقدح جامد، لان زيت جوز الهند برضو ايه مش بيتحمل الحراره جامده قوي، يعني ما نسيبوش كتير قوي يقدح. ماشي. هجرب كده بصلايه يعني بدأ اهو. يلا نقول بسم الله. هنحط كده البصل، مش عايزين نحط زيت كتير. زيت جوز الهند ده مفيد جدا يا جماعه للناس اللي بتعمل الدايت، بيعلي الحرق، مش بيعلي الكوليسترول، ومش بيعلي نسبه الدهون، ومية مية. جربوه، دوروا عليه في الاماكن اللي بيكون متوفر فيها واستعملوه. بيتعمل بيه كل حاجه واي حاجه وكل الاكل. زي ما انا قلت لكم كده، انا بحب كل مده كده اعمل اكل دايت، او اثناء اليوم لازم اكل حاجه صحيه، مش لازم اقول دايت، اقول حاجه صحيه كده، يعني نظبط الدنيا مع نفسينا عشان ما نبوظش الدنيا على الاخر يعني. اهو اول ما هتبدا تاخد لون هرجع لكم اهو. بصوا بقى اهو البصل بدا ياخد لون، مش هنديله لون غامق يعني، انا قلت بس ابقى معاكم في اخر تقليبه يبقى لونه كده يعني يا دوبك يكرمل كده شويه، مش هنكرمله غامق قوي عشان لسه هقلب عليه باقي المكونات. بصوا انا عامله كميه قليله لان ديت ليا انا لوحدي، فانتوا هتاكلوا كل افراد الاسره، يبقى بلاش يعني تبقوا تكتروا. لو مش حدش هياكل معاكم اعملوا كميه قليله عشان ما تقعدش كتير وتبات وتبقوا انتوا متدبسين فيها. ماشي. تمام. خلاص كده. هحط بقى ايه دلوقتي؟ البقدونس. اخر حاجه هحطها الطماطم، هديه برضو تشويحه هو والفلفل كده الالوان. والله جربوها كويس، حلوه جدا وطعمها حلو ومكوناتها مغذيه. البقدونس ده مغذي ومفيد جدا برضو للدايت، بيعلي الحرق وبيمص اي دهون في الجسم، بيمتصها يعني. جربوه برضو.
بصوا اول ما حطيت بقى البقدونس مع الفلفل الالوان مع البصله عطت ريحه حلوه. هديله برده تشويحه كده معتبره. انا بعمل الخلطه دي الاول اللي هي فاضل حاجه بسيطه اللي هي هنحطها دقيق الشوفان والبيض والبهارات بقى اللي هنحطها على البيض. انا بعمل الخلطه دي الاول ليه؟ لان محتاجه ان هي هسيبها تبرد يعني شويه كده. بعد ما نخلصها هسيبها تبرد شويه علشان اما احطها على البيض ما تجمدش، ما يتجمدش البيض. ماشي. معلش الفلفل حاطه انا فلفل حامي، اما اتحط على النار مظبط الدنيا. هديله برده تقلبتين كده ونرجع مع بعض. بصوا بقى اهي بدأت تتشوح. معلش يا جماعه الفلفل حامي مش عارفه انا هاكلها ازاي. اهي اتشوحت اهي. هبدأ احط الطماطم. شايفين ازاي اهو. كل ما بحط مكون من المكونات الريحه بقى بتتغير طبعا وبيبقى ايه حكايه. الطماطم بقى لازم اديها تشويحه حلوه. لازم ادبلها. ماشي. لان انا بصوا عايزين تعملوها برضو قرص في الفرن يعني تحطوها في صينيه في الفرن برضو تمام. عايزين تعملوها فوق على الجريل عادي برضو مفيش اي مشكله. هحط دلوقتي هسيبكم دلوقتي عقبال ما تدبل شويه وارجع معاكم. بصوا بقى خلاص اهي. بدأت اهي. الفلفل مرمطنا النهارده خلاص هي دبلت. انا طول ما انا بقلب فيها بتك عليها كده عشان الطماطم تدبل. عايزين تدوها نص ضربه في الكبه تمام برضه. هحط بقى حاجه مش قانونيه قوي يعني بس هحط حته كده من المكعب مرقه الخضار. زي ما انتم عارفين انا بحط مرقه خضار علشان بتديها تسكيره حلوه وفي نفس الوقت مش مضره، ما فيهاش دهون زي باقي المرقات. بصوا بقى انا هطفي عليها واسيبها تبرد شويه وارجع بقى معاكم ونشوف هنعمل ايه. بصوا بقى عندي هنا دي بوله فيها بتاع معلقه ميه كده او حبه ميه صغيرين. هقول لكم ليه. هنحط فيها ايه بقى؟ دقيق الشوفان. هنقلب فيها دقيق الشوفان علشان ما يكلكعش مع البيض. هحط دلوقتي قد ايه؟ هحط معلقتين كبار من دقيق الشوفان. شايفين؟ هدي معلقه. حط معلقه تانية. بصوا معلقه يعني ايه؟ معلقتين ممسوحين كده. شايفين؟ معلقتين كبار ممسوحين. خلاص كده تمام تمام. هعمل ايه بقى؟ هدوب كده الدقيق زي ما انتم شايفين كده اهو. استنى بقى احط له نقطه ميه كمان. ثواني اجيب بس بق ميه كده صغير. اهو احط له نقطه كده بس صغيره بس تمام كده. ماشي. هديله بقى التقليبه تانية. بصوا العجه دي هقول لكم هناكل معاها ايه بس لما نشوف الاول باقي مقادنا. خلاص كده ده تمام تمام. هنا ده معايا ايه بقى؟ دول بيضتين عليهم بقى رشه فلفل اسود، رشه من بيكنج صودا او اللي هو الكربوناتو عشان تبقى هشه. ما عندكوش بيكنج صودا او الكربوناتو ممكن تحطوا بيكنج باودر، ورشه من الملح. ما نكترش الملح ان احنا حاطين حته مرقه. فهاخد دول كده اقلبهم تقليبه بس كده اكسرهم. هحطهم بقى على الخليط الامور ده. هديله الاول تقليبه وهقول لكم هنحط ايه تاني. شايفين كده؟ لازم ادوب كله كويس عشان ما يبقاش فيه تكتلات. كده خلاص انا دوبت الدقيق مع البيض مع الملح والفلفل والبيكنج اللي هي هقول لكم كربوناتو بيكنج صودا. هحط بقى ايه تاني؟ دي بقى اضافات. هحط كده رشه
بصل بودر، عامله لكم خروشه وحاجات جميله كده مش مشكله، ورشه كده توم بودر. عايزين تستغنوا عنهم تمام، عايزين تحطوا شطه لو انتوا مش حاطين فلفل اسود مش حاطين فلفل حامي برضو تمام. كده اهو خلاص كده ايه خلاص. هحط ايه بقى بعد كده؟ الخليط اللي احنا عملناه انا سبته برد خلاص، هجيبه بقى كده وهحطه هنا. هنزله بقى كده مع البيض والدقيق، ونزل كله كده تمام تمام. دي كده جنبنا هنا، ثواني مش لاقيه لها حته بصراحه، خليها هنا جنبنا مش هيجرى شيء. بصوا هديها برضو تقليبه. بمناسبه ان دقيق الشوفان بيمتص السوائل بسرعه زي ما احنا متفقين، هسيب الخليط ده بتاع 5 دقايق بس يمسك كده شويه ويشرب دقيق الشوفان. لقيته تقيل قوي ممكن ازوده رشه ميه، ولو هزوده رشه من الميه هقول لكم برضو. دقيق الشوفان يا جماعه مش هيفرق خالص عن ما نعمل العجه بالدقيق العادي. هسيبه بقى كده شويه 5 دقايق ونرجع على النار بقى عشان نسوي العجه الخطيره الفظيعه دي بقى. انا هنا اهو خلاص ولعت على بصوا قبل ما اقول لكم اي حاجه، انا ما حطيتش للخليط اي حاجه، هو تمام كده ومظبوط. هنا انا ولعت على الجريل اهو، حطيت فيها حبه زيت جوز الهند برضو. نكمل بقى الوصفه للاخر بزيت جوز الهند. حط كده حبه حلوين عشان ما يلزقوش. حط كده في كل الطاسه عشان لو يعني فرشت كده مني شويه او فردت يبقى كله تمام ومدهون مية مية اهو. حط كده كويس. هسيبها بقى تسخن جامد علشان اول ما احط الخليط فيها ما يفرش معايا في الجريل دي. لو عندكم طاسه مش بتلزق تمام، اهم حاجه تكون حاجه مش بتلزق علشان تظبط معانا. اما تسخن جامد كده هقول لكم هنعمل ايه. بصوا بقى كده خلاص الطاسه سخنت معايا. هنزل كده في النص، هنزل الخليط كده في النص. لو احنا مش عايزين نغطيها ممكن نعمل ايه؟ نوطي عليها خالص عشان ما تبقاش من جوه قلبها ايه ني. فانا اهو خلاص زي ما انتم شايفين كده نزلتها. احاول بس هي بصوا بتفرد مع نفسها، بس انا هحاول افردها كده شويه على اساس ما تبقاش سميكه، والسمك دوت يخليها ما تستواش على راحتها. اهو حاول كده اظبطها على هيئه قرص لطيف كده اهو. هوطي بقى عليها خالص، احتمال اغطيها واحتمال لا. هشوف لو لقيتها الحراره واصله لها كويس وفي فقاقيع هنا كده باينه وان النار واصله لها تمام تمام مش هغطيها. لو هغطيها هقول لكم تمام تمام. بصوا بقى غطيتها اهو بغطا حله وبرضك موطيه عليها. اي غطا حله اي ورق فويل اي حاجه تغطوا بيها كده وموطيين عليها. ولما نلاقيها بدات تنشف من يعني بصوا من الحته دي كده بدا السائل ده يستوى شويه وينشف هنقلبها. خليكم بقى كده ايه هتابع معاها السوا وارجع معاكم واشوف هنعمل ايه. خلاص بقى كده شايفين بدات تنشف اهي من هنا. هقلبها على الناحيه التانية. ممكن احطها في طبق بصوا عشان انا الصراحه بقلق من القلبان ده. هطلعها كده في الطبق ده اهو كده. بصي هي قربت خلاص يعني كده بالراحه كده اهو. وهقلبها على الوش التاني بس. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بس ولا احلى بقى من كده ولا اشيك من كده. شايفين ازاي اهي؟ بصوا اتنفخت كده من البيكنج صودا اللي احنا حطيناها او الكربونات اللي احنا حطيناه. موطيه برضو عليها، هي مش محروقه، هو لون الشوفان مع البيض بيدي اللون ده. هغطيها برضو كده اهو واسيبها شويه كمان، ولما تستوى هوريكم ايه وصلنا لفين. بصوا بقى كده هي خلاص استوت. بصوا من هنا نفس اللون استوت. هطلعها بقى ونقدمها مع بعض ونقول هناكلها مع ايه ونقدمها مع ايه ونظبط الدنيا. كده بقى الشكل النهائي للعجة
اللي بدقيق الشوفان، جربوها تحفة ومفيش اختلاف نهائي ما بين ان هي بالدقيق الابيض او بدقيق الشوفان. هتاكلوها وانتم مرتاحين، كل مكوناتها صحية ما فيهاش اي حاجة مضرة. هناكلها بقى مع ايه؟ ممكن نعملها كده، ولو مش عايزين ناكل جنبها نشويات هنكتفي بالنشويات اللي هي في الشوفان، هنعمل جنبها طبق سلطة وناكلها كده. ممكن نعمل برضو جنبها نزود نشويات شوية، نعمل بطاطساية مسلوقة بيوريه كده ونحط عليها خل وتوم وشطة وناكلها برضو جنبها بالمعلقة. او عايزين ناكل جنبها نشويات بناخد ربع رغيف عادي او رغيف سن مع طبق سلطة، وجبة كاملة متكاملة مش هتتعبكم ولا هتضايقكم ولا هتضايقوا ان انتوا كلتوا حاجه مش صحيه، هتبقوا مبسوطين جدا والطعم تحفه وخرافي. انا كده خلصت وصفتي. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، ودوسوا على كلمه الكل عشان يجيلكم كل فيديوهاتي. الناس المشتركه ما تنساش تعمل لايك للفيديوهات وتشيرها عشان ننتشر على مجال اوسع من كده شويه. احنا كده خلصنا وصفتنا واقول لكم سلام.